عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام. كان في نهائي دوري ابطال اوروبا من يومين، لو ما حدش كان متابع قوي، وفي ناس كانت متابعه الصراحه الماتش ده. تابعته انت طبعا؟ اتفرجت عليه. كان مخيب للامال. كنت متحمس لمباراه فما احلى من كده، بس الحمد لله يعني. المهم ده طلع وحش. ده انا اسكت بقى اسكت بقى ماشي داري على. طيب المهم وكستك. فهو خبر متعلق بالمباراة دي، بس مش بالمباراة نفسها. تمام. خبر مأساوي عامة بعض الشيء. ليه؟ لأن في يوم السبت اللي فات لما كان في ماتش نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان ونادي أرسنال، واحد من مشجعين باريس سان جيرمان قال إن دي مباراة العمر ولازم يحضرها في الملعب، وبسرعة فتح موقع حجز الطيران عشان يشتري تذكرة السفر للنهائي اللي كان معروف إن هو هيتلعب في ملعب بوشكاش في العاصمة المجرية بودابست. لكن من كتر الاستعجال المشجع بدل ما يختار في قائمة السفر مدينة بودابست اختار بوخارست. بوخارست دي في رومانيا. انت فاهم قصدي ايه؟ فطبعا ده ما خدش باله عشان الحروف ممكن تبقى متشابهه، كلمه شبه الكلمه التانية، وهو من كتر الاستعجال دخل حجز في مدينه تانية خالص. يوم الماتش المشجع ركب الطياره وهو لابس تيشيرت باريس سان جيرمان ومتحمس وبيغني في السكه، وركب الطياره بتاعته بكل سعاده، ولما نزل المطار ما لقاش فيه اي مظاهر احتفال بنهائي دوري ابطال اوروبا، وهي المباراه او تاني اهم مباراه في 2026 بعد نهائي كاس العالم. ان كاس العالم خلاص حضراتكم عارفين ان هو على الابواب خلاص، يعني كلها كام اسبوع ونلاقي كاس العالم بيدق ابوابه علينا بمواعيده. هيتلعب في المكسيك وكندا وامريكا. فهو هيبقى اهم ماتش في السنه، هيبقى نهائي كاس العالم. الماتش اللي فات بتاع يوم السبت ده تاني اهم ماتش في السنه. حتى محبين الكوره دايما سابوا اللي وراهم واللي قدام. حتى انا كان عندي كنت في سافر وكده ورجع له مخصوص. فبالتالي كان ماتش مهم جدا لناس كتير. ده راح عشان يساند فرقته، حتى لو مش هيحضر في الملعب هيروح يتفرج في الفان زون ويشوف مظاهر الاحتفال في الشارع والكلام ده كله. هو راح مدينة تانية خالص، ده من كتر الحماسة اللهوجة اللي هو فيها. من كتر الاستعجال وبسرعة في حاجات ما ينفعش نستعجل فيها. صح. ما ينفعش حجز طيارة ايه اللي تستعجل فيه يعني. تمام، حلو ان انت متحمس جدا وكل الكلام ده، بس نتأكد نيجي نحجز الطيارة نشوف البلد اللي احنا رايحينها حاجزين صح ولا لأ. للأسف بيحصل لنا المواقف دي كتيرة جدا. في حاجات بتبقى كبيرة زي الخبر، صاحب الخبر اللي احنا بنقول لكم عليه انه حجز بلد غير البلد اساسا اللي هو مسافرها ورايح يشجع فريقه هناك. وطبعا في حاجات بتكون بسيطة كده وبتعدي وبتضحك والواحد بيقعد يتكلم عليها، بس كلنا اكيد جه في دماغنا كده موقف حصل لنا بسبب التسرع، بسبب اللهوجة، ودانا في حتة تانية خالص. عمل لنا بقى مشاكل، وقعنا في مشاكل كبيرة جدا مش عارفين نحلها، لخبط لنا الدنيا. ازاي ما ركزتش يعني لو كنت ركزت ثانيتين ما كنتش بقيت في الموقف اللي انا فيه دلوقتي. صح. في مواقف كتير جدا بسبب الاستعجال بتخلينا نخسر كتير، سواء رسائل واتساب، تحويل فلوس، تعمل اوردر اونلاين، تستعجل في لبس معين، تستعجل في ركوب مواصلات معينه، تخش تحجز حاجه مش عارف ايه فيجي لك المقاس بتاعها غلط عشان انت ما ركزتش، انت كنت عايز تلحق السيل وان الحاجه بيقول لك فاضل كام قطعه مش عارف ايه فبتشتري بسرعه، فبتشتري من غير ما تشوف المقاس، فبيجي لك المقاس الغلط، وبترجع تتاكد من الاوردر تلاقي ان انت عامل فعلا اوردر للمقاس الغلط، فتيجي تخش تجيب المقاس الصح يقول لك لا والله ده كان فيه وخلص ماشي. يعني اللي تشوفوه يعني. بس استعجال في مسجز الواتساب برضو دي بتبقى كارثه. تبعت مسج غلط، تبعت مسج لحد، تكتب اسم غلط وانت باعتها لشخص تاني، تبعت في الميل بقى يعني ميل شغل ومهم وكل حاجه وكاتب بقى وكل حاجه، والاتاتشمنت هي معادله عامه. في بعض المواقف اللي انت بتبقى محتاج تبقى فيها اسمها ايه، شهل اللي هو يعني شهل؟ لا مش عارف اسمها، اللي هو يعني يعني رد فعلك يبقى سريع، يبقى عندك سريع بس يكون في تركيز في نفس الوقت بالظبط. ده مش الاستعجال، هو بينه وبين الاستعجال شعرايه، محتاج تعرف تفصل ما بينهم كويس قوي، لان الاستعجال ليه نتائجه، وان انت تبقى الريسبونس بتاعك او رد فعلك سريع ده ليه نتائج عامه. برضو في اوقات في ناس عندها ردود الافعال بتبقى بطيئه، في ناس بتستوعب الاستيعاب بيبقى بطيء، بيبقى في بعض المواقف في ردود افعال بتبقى اللي هو فاهمه. اه لسه كنا في سفريه حتى
وحصل حاجه، عارفه الهوا طاير مركبه والهوا طاير حاجه. الهوا طاير حاجه، ما هو من رد الفعل السريع انت في ممكن تبقى الحاجه واقفه قدامك في الميه وانت ممكن تمدي ايدك من وانت في مكانك تجيبها تلحقها. بس من الخض اوقات هو ده بيحصل قدامي بجد. خلاص احنا الحاجه اللي وقعت في الميه دي بقت على تليفوني وهو بقت في مدينه تانية. يعني بقت مثلاً. في مدينه تانية خالص، فهتضطري بقى ساعتها فيقول لك يا فندم ما انت كان رد فعلك ما البتاع كانت فيا جماعه اوقات السيستم بيهنج كده طبعا، اوقات كتير السيستم بيهنج وانت بتبقى اللي هو انا ليه مش عارف اتحرك. وفي ناس ربنا بينعم عليهم بسرعه رد الفعل، صح، تلاقي مش عارف ايه اللي حصل وحاجه بتقع على الارض يقوم مادد رجله وحاجه ما تقع تنزل عليه عشان ما يحصلش بنشوف حاجه. الفيديوهات دي كتير لامهات وابهات اللي هو بيلعبوا مع اولادهم وفجاه الطفل بيبقى مش واخد باله بيقع من على الكنبه، تلاقي الاب عمل حركه خزعبليه كده لحق الابن بالظبط. فدايما بنشوف الفيديوز دي ونقعد نقول يعني في سبحان الله كده الاب والام بقى عندهم ردود افعال سريعه تلحق الموقف، ودي بتبقى حاجه وربنا بينعم بيها على شخص، بس ده مش معناه ان لو انت مش عندك السرعه دي ان انت يعني بس حاول ان انت تنميها يعني فاهم قصدي ايه؟ يعني يبقى في تبقى عندك بس ايه، تبقى متوقع. وخلي بالك برضو ما هو في اوقات كده انت مش هتفضل برضو يقظ طول الوقت عادي، ما انت بقول لك اجازه وراكبين مركبه وبتاع حاجه طارت وقعت، مش لازم تبقى قاعد باصص بتراقب كل حاجه، لا عادي، بس يعني في حاجات كده بتبقى انت بعد الشر عامل حسابها ان انت عارف ان الكوبايه في حاجه هتقع من على البتاع دي، فانت يا تشيلها من الاول يا اما تبقى عامل حساب ان انت يبقى في رد فعل معين وفي ناس لعلمك سرعه رد الفعل بيتخضوا من اللي هو ايه ده انا مش كده اصلا، بس انا في الاوقات اللي يبقى فيه حاجه اتحرك الادرينالين بيشتغل بقوم هوبا لحق الموضوع على طول. هل انتوا من الناس اللي بتتخشب كده وقت الخضه، وقت ما يحصل حاجه مفاجاه كده اللي هو تفضل واقف في مكانك ما بتعملش اي حاجه، ولا انت عندك سرعه ردود افعالك كده سريعه؟ وايه المواقف اللي حصلت لك بسبب ان انت كنت مستعجل؟ حجزت حاجه بالغلط، بعت مسج بالغلط، بوظت حاجه بسبب الاستعجال وقله التركيز. الاستعجال ممكن لو قلنا بمقدار تركيز معين الدنيا تبقى لذيذه وتبقى شهل زي ما كنا بنقول، ما اعرفش الكلمه صح ولا غلط، مشهل كده يعني اللي هو بتنجز الامور. في الشغل طبعا لكن انا بشتغل تحت ضغط، امال انا ما اشتغلش غير تحت ضغط اساسا، وتلاقي بقى دخل ده في ده وتبعت ايميل غلط وتطلع بصوا بقى الدنيا بتبقى بايظه خالص. اكتر المشاكل اللي حصلت لها بسبب الاستعجال وقله التركيز مسجز الواتساب، تبعت مسج لحد تاني تبقى بتتكلم على حد وتقوم بعد سكرين شوت لنفس الحد اللي انت بتتكلم عنه، حاجه بتبقى يوسف بطل الموضوع ده وبطل الخروج منه يعني فاهمين، بيقع في المشكله دي بس لا ما شاء الله عليه بيعرف يثبت اللي قدامه يقنعه ان هو ايه مفيش اي حاجه مفيش حاجه دي مش غلطه انا قاصد ان انا اعمل كده. بسمعك اللي انت قلته، حط نفسك مكاني انت عاجبك تلمي راجع نفسك بسرعه. طيب في حاجات كتير بسبب الاستعجال في حاجات في الاستعجال كده دايما بتبقى يعني في حد مره قبل كده كنا شغالين في شغلانه، انت دايما خلينا بس متفقين يعني لما تكون انت سبلاير بالنسبه لاي عميل في مصاريف مخفيه كده بتتحط في النص عشان انت برضو من دور الشركه ان انت تدخلي فلوس للشركه معينه. فهو مثلا كنت شغال في شركه اعلانات، فبتبقى في دايما في حاجه اسمها يعني انت بتعمل زي مش الفاتوره اللي قبلها، يعني انت بتعمل كوتيشن كده بس عرض سعر بالظبط كده بتفاصيله فانت بتعمل حاجه داخليا وبتبيعها للعميل، يعني انت بتعملها كلها طلعت بجنيه هتبيعها للعميل ب2 جنيه او بجنيه ونص مثلا، تمام؟ فانت الحاجات دي المفروض تبقى داخليا. فمن كتر الاستعجال احيانا ممكن تبعت الايميل اللي المفروض يتبعت داخليا ده يتبعت خارجيا فيوصل للعميل الاسعار اللي هي فانت يا دوبك الشغلانه تطلع مكيته بسبب ان انت ما خدتش بالك انت بتبعت الايميل لمين، ومن كتر ما انت مسحول في اليوم وكده كده عندك ايميل تبعته للعميل بس مش الايميل ده خالص اللي بعده، انت كنت تبعت اللي بعده بعد ما تعدله الاسعار بالزبط. عشان ايه تعرف ترجلش الدنيا كده فجأة بتلاقي ان انت بعت ده اللي احنا هنصرفه يا جماعه في الشغلانه وده اللي هنقلبه من العميل بالظبط، نقوله بعتينه للعميل شخصيا، فالعميل يعرف هو متقلب في فاهم قصدي، فانت اتحطيت في خانه يك.
هتفهم طبعا العميل ان دي شغلانه عميل تاني. هيقول لك طب ما فوق في اسم القائمه بتاعت الاسعار دي طلع باسم انا. ما هو دي غلطه بقى من عندنا، دي غلطه من عندنا، احنا الغلطة عندنا إن موظفين مش إحنا مركزين، احنا شركه برضو بالظبط خلي كده. بالك. انت فاهم قصدي؟ تبتدي بقى هتلاقي لها مخرج. احنا لسه الواد جديد اللي لسه بقى فاهم قصدي ايه؟ لا بيحصل مشاكل كتيره جدا. قله التركيز مع العملاء دي بتبقى مصيبه سودة. طبعا يعني اكتر حد الشخص اللي بيتعامل مع العملاء دايركتلي ده اكتر حد لازم يكون مركز ويعرف يهندل الدنيا، ولو حصل اي مشكله يبقى هو هادي ويحسس العميل انه مفيش مشاكل، الدنيا هتخلص على طول يا فندم احنا تحت امرك. يعني بيبقى فيه كده صح. لازم يكون في تركيز زياده عن اللزوم. اقفل مع العميل، خلص مع العميل، اتجنن بقى على زمايلك. صح جدا. عادي جدا مش صح مشكله جدا. بيننا وبين بعضينا نقطع في بعض، بس صح. قدام العملاء يبقى في معامله تانية. صح. عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام